أهلا بيكم في حلقة جديدة من كنوز بابل. لسه مكملين مع أركاد، أغنى رجل في بابل، وبنكتشف أسرار ثروته. النهاردة هنعرف القاعدة الثالثة واللي ممكن تغير حياتك المالية للأبد. فاكرين القاعدة الأولى؟ ادخر جزء صغير بس ثابت من كل دخلك. والقاعدة الثانية، تحكم في مصاريفك وما تشتريش إلا الضروريات. أما القاعدة الثالثة فهي اجعل فلوسك تولد فلوس، وده هو الاستثمار الناجح. مش كفاية إنك تعمل الادخار، لازم الفلوس اللي حوشتها تبدأ تشتغل ليك. تخيل إن كل عملة ادخرتها هي عبد بيشتغل ليل نهار علشانك. هدفك إن العبد ده يخلف عبيد تانية، يعني الفلوس تعمل أرباح. ده معنى القاعدة، تستثمر فلوسك في مشروع حقيقي يضمن تنمية الثروة. ممكن تستثمر في التجارة أو في أرض تجيب محصول كبير. الاستثمار بيخلي فلوسك تشتغل وتجيب عائد مستمر. بس خلي بالك، الاستثمار الناجح محتاج حكمة ومعرفة كبيرة. ناس كتير ضيعت كل اللي حوشته لأنها وثقت في نصيحة خطأ. أهم نصيحة أركاد، استشير أهل الخبرة والمحترفين بس. ما تنجرفش وراء أي وعود بتحقيق ثراء سريع وسهل. تنمية الثروة بتاخد وقت. الصبر هو مفتاح العائد الكبير والمستدام. القاعدة الثالثة بتلخص: اجعل كل عملة تكسب لك غيرها. لما تطبق الثلاث قواعد الغنى دي هتكون بدأت طريقك لأغنى رجل في بابل. لسه فاضل 4 قواعد مهمة جدا ومحدش بيتكلم عنها كتير. عشان ما تفوتكش الحلقة الجاية، اشترك في القناة حالا وفعل الجرس، واعمل لايك للفيديو ده وقول لنا رأيك في قسم الكومنتات تحت. ايه أصعب خطوة بتواجهك في الادخار أو الاستثمار الناجح؟ استنونا في الجزء القادم من كنوز بابل. مع السلامة.